ازاي شيخ وبتلعب جيم؟ طب ايه المشكلة؟ شيخ يعني بشر، مش انفض. بروح عادي زي بقية البشر وبلعب جيم عادي جدا. هو لازم يعني اكون بكرش عشان ابقى شيخ وعاجب؟ لا اله الا الله. يا جماعة غيروا الصورة الذهنية اللي انتوا واخدينها عن المشايخ من الافلام والمسلسلات اللي بتسوق صورة المشايخ ان المشايخ دول بتوع فتة. شيخ عادي، مش كونجو رد. لو هتلبسي عباية ضيقة أو بنطلون ملزق وانت رايحة صلاة التراويح يبقى ما تروحيش أحسن. لو هتحطي عطر الشارع كله يشمه أو هتحطي على وشك ميك اب يبقى اقعدي في البيت صلي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت عطرا فلا تشهد معنا العشاء، والعشاء دي فريضة، فما بالك لما انت تكوني فتنة وتروحي عشان تصلي صلاة سنة؟ يبقى انت ساعتها مش هتاخدي ثواب، انما هتاخدي سيئات. دول اتنين فاتحين فيديو كول وبيصلوا مع بعض صلاة الجماعة، والفعل ده لا يجوز ابدا، ودي مش صلاة جماعة. انك تصلي ورا حد فيديو كول او تصلي ورا التلفزيون او ورا الراديو، هذا الكلام لا يجوز. صلاة الجماعة لازم يكونوا في مكان واحد، لازم يكون في اتصال في الصفوف، لكن الطريقة دي والفعل ده لا يحسب صلاة جماعة، وإلا ده كان يبقى داعي ان احنا نترك صلوات المساجد، يبقى كل واحد بقى ما يروحش المسجد ويصلي ورا اللي في التلفزيون او ورا الامام اللي في الراديو. واحنا قلنا ان دي صلاة جماعة، فلو هنج التليفون ولا قطع ولا النت فصل خلاص كده طبعا الكلام ده لا يجوز ابدا. ممكن يكونوا بيصلوا مع بعض فيديو كول عشان واحدة منهم بتعلم التانية الصلاة، يبقى ده فعل مستحب وجزاها الله كل الخير. لكن ان دي تحسب صلاة جماعة او نستبدل صلوات الجماعة باللي احنا شايفينه، هذا لا يجوز ابدا. وصلوا الفيديو ده لغيركم. مع السلامة. اتمضمض بقى للصلاة؟ نهار ابيض، ده في ميه وصلت زوري، انا كده خلاص صيامي بطل. لو انت بتتمضمض وغصب عنك في ميه وصلت زورك وبلعتها، صيامك صحيح، كمل صيامك، صيامك مش باطل. اهم حاجه وانت بتتمضمض خلي بالك وما تبالغش في المضمضه، يعني ما تتعمدش تقعد تمضمض لحد ما توصل الميه لحد هنا، فطبيعي جدا هتوصل لزورك وتنزل في بطنك. انت وانت بتتمضمض خلي الميه جوه الفم هنا وتمضمض عادي جدا. لو نزلت غصب عنك صيامك مش باطل، صحيح، كمل صيامك يا بطل. اهم من ده انك تنقل المعلومه الفقهيه المهمه دي لغيرك عشان يبقوا في ميزان حسناتنا جميعا.